مساء الخير ومساء النور عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال البسبوسه بالحامض اولا الليمون. كتجي غزاله ورائعه. كنت حطيتها فيديو قصير ولكن اغلب الناس بغاوها فيديو مفصل، داكشي علاش حطيته دابا طويل. ندوزو للمقادير، نبداو على بركه الله. عندي هنا واحد البول درت فيها قبيصه ديال الملحه، ودرت فيها جوج ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ بطبيعه الحال، وضفت ليها هنايا كاس ديال ياغورت ما يكونش عامر ديال السكر سنيده، ما بغيتهاش تجي حلوه بزاف باش يلاه الواحد كيقدر ياكلها. اللي بغى تكون الحلاوه زايده يديروا عامر. ودرت ساشيه من فئه 7 غرام ديال الفاني بطبيعه الحال. غادي نخلط هاد السكر وهاد البيض حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم، غير يندمجوا ماشي يولي واحد الفوليوم كتير، غير يندمجوا مع بعضياتهم ويذوب داك السكر صافي. وغادي نضيف ليه كاس، انا عبرت هنايا بالكاس ديال الياغورت بطبيعه الحال باش يكون العبارات باينين واضحين حسن ما نعبر بكاس ديال العنبه. كاين اللي ما كيكونش عنده وكاين اللي ما كيكونش عنده عاوتاني حتى الميزان. قلت علاش لا ما نعبرش غير بالكاس ديال الياغورت. وهنايا ضفت كاس ديال الياغورت نيت ديال الزيت، زيت المائده بطبيعه الحال، وخلطته. وغادي نضيف واحد قشور ديال الحامضه بطبيعه الحال باش تعطينا واحد النسمه زوينه. هنايا ضفتها. وغادي نضيف ياغورت ديال الفاني، تقدروا ديروا ياغورت ديال الحامض اولا الليمون حتى هو غيعطي النكهه اكثر، ولكن حتى النكهه ديال الفاني كتواتى مع الحامض وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. انا ضفت هنايا الياغورت، هنايا كنت درتو في التبصيل لحقاش عبرت لكم بالكاس ديالو، داكشي علاش هذا راه غير ياغورت واحد ديال الفاني. صافي غادي نخلط المكونات ويندمجوا ليا مع بعضياتهم وما يبقاوش تكتلات ديال دانون بطبيعه الحال. صافي وغادي نضيف ليه الكوكو اختياري، نصف كاس ديال الكوكو. اللي ما متوفرش عنده ما يديروش، ولكن راه عطى واحد المذاق اكثر من رائع. كتعرفوا الحامض كيجي مع الكوكو والفاني، يعني عطى واحد المذاق غزال. هنا غنضيف جوج ديال الكيسان بطبيعه الحال ديال الياغورت ديال السميده رقيقه، ديال الحرشه اللي كنصوبوا بها الحرشه اولا ديال الحلوه. وغادي نخلط المكونات وضفت خماره من فئه 8 غرام وغنخلطهم. راه جات غزاله وجات ديك البسبوسه بنينه لذيذه وما جاتش حلوه بزاف، وداك المذاق ديال الحامض جا رائع. ما نقول لكمش غزاله يعني. ضروري تجربوا الوصفه باش تشوفوها كيفاش جات. هنايا دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بشويه ديال السميده، وكنت شاعله الفران على 160 درجه بطبيعه الحال. خصو يكون الفران سخون على 160 درجه. اللي عندها الفران ديال الغاز خصو يديروا غير ما بين وبين متوسط باش ما تحرقش لينا. كنت شاعله لتحت حتى كطيب من التحت، وعاد كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر كتعطينا داك اللون الذهبي. راه غتشوفوا كيفاش جا واحد اللوين رائع، جا مذهب وغزال، وحتى المذاق بطبيعه الحال جا رائع. انا درتها في هذا المول العجيب، تقدروا ديروا في اي مول، يعني داكشي اللي متوفر عندكم كيجي احسن. وهنايا غادي ندخلها طيب، وغادي ندوزو نصوبو السيرو اللي غنسقيو به البسبوسه ديالنا. عندي هنايا كاس ونص ديال الماء، كاس ونص ديال الماء بارد عادي من الروبيني، ونصف كاس ديال الحامض، عصير الحامض اللي هنايا صفيته بطبيعه الحال، ونصف كاس من سكر سنيده بطبيعه الحال. ما تكدروش كيف ما قلت لكم الحلاوه باش كتجيكم هي هذيك. غادي نوضعوه فوق النار حتى كيغلى لينا مزيان. هنا من بعد ما طابت البسبوسه ديالي غادي ننزلها في واحد الشبكه، ولا تقدروا تحطوها في داكشي اللي متوفر عندكم، ونخليها تبرد تماما. هانتوما شوفوا واحد اللوين غزال ما شاء الله، شفتوا جا فيها اللوين غزال ما شاء الله، وجات حتى المذاق رائع. يعني انا حاولت انني ندير لكم فيديو مفصل. هنا من بعد ما بردات خص يكون داك السيرو، يا اما البسبوسه تكون سخونه يا اما السيرو يكون سخون، واحد فيهم. صافي دفيت داك السيرو سخنته وسقيت بها مزيان، سقيت الجوانب. ضروري تسقيو داك الجنيبات لحقاش الا ما سقيتوهمش غيبقاو لنا ناشفين. سقيو الجنيبات سقيو الوسط، يعني وزعوا داك السيرو عليها كامله باش تسقى وتجينا داك السميده ترطاب وتجينا رطبه، ما تجيناش بحال اللي قاصحه بحال اللي كتاكلي داكشي مقرمش. صافي وغادي نحطها على جنب حتى تبرد لينا. وغادي نصاوب هنايا الكريمه ديال الحامض. ضفت هنا جوج ديال المعالق كبارين ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لهم جوج المعالق كبارين ديال مايزينا اولا دقيق الذره،
وغادي نغربلها بطبيعه الحال، لحقاش بعض المرات كتكون فيها شي حاجه ولا هذا. غادي نغربلها وغادي نضيف ليها قشور ديال الحامض محكوكين، غير واحد الكميه قليله باش كيزيد المذاق. وغادي نضيف بيضه هنايا خاص نخلطهم هاد المكونات مع بعضياتهم. عاد غادي نضيف لهم كأس ديال عصير الليمون اولا الحامض بطبيعه الحال، صفيو باش ما يبقاوش فيه دوك اللب اولا الحبيبات ديال الحامض باش ما يجوناش بحال محمضين. غادي نصفيه وغادي نضيف 2 كيسان، يعني 2 ديال الكيسان ديال الحليب يكون بارد عادي ماشي دافي. خاص ضروري المايزينا الا درنا لها المكونات دافيه كتكور وغادي تبقى لنا مكوره، من الاحسن نديروه بارد. انا ضفت 2 ديال الكيسان ديال الحليب بارد وغادي نخلطهم وغادي نوضعهم فوق النار حتى يبدا يعقد لينا. ما تجهدوش البوطه بزاف باش ما يتحرق لكمش الخليط من التحت. غادي نشعل عليه النار وبدا يعقد لينا القوام، وغادي نضيف ليه 2 القطع ديال الزبده اولا معلقه كبيره ديال الزبده، ونخلط مزيان تيذوب لينا ديك الزبده باش يبقى لنا هاد الكريمه تبقى لنا كريمي، تبقى لنا ماشي بحال اللي جامده فيها تكتلات جامده، لا صافي. من بعد ما نحركها غادي هكذاك سخونه غادي نخويها على البسبوسه. ضروري تخويوها سخونه لحقاش ملي كتبرد كتولي لنا جامده، يعني من الاحسن تخويوها فحال هكا دافيه، تخويوها على البسبوسه وتخليوها على سطح العمل اولا البوطاجي، المهم تخليوها تما فوق طبيله حتى كتدفى. عاد تدخلوها للثلاجه تبرد، ما تدخلوهاش وهي سخونه باش الكريمه ما تخسرش لينا اولا تحماض اولا تولي فيها واحد المذاق ماشي مزيان. خليتها بحال هكا انا تدفات، عاد دخلتها الثلاجه وزينتها بطبيعه الحال. زينوا بداكشي اللي موجود عندكم واللي متوفر عندكم. انا كنحاول هكا نقادها باش ما يبقاوش يبانوا ليا داك الخطوط اللي كاينين من الفوق. غادي ندير لهم هكا الفوي باش يتقادوا، باش ما يبقاش تبان الكريمه مقاده ليس نيشان. صافي وزينتها بقطع من ديال الحامض اولا الليمون ورقه النعناع وشويه ديال البافون وشويه ديال هاد ورق الازهار ديال الوريدات. والمذاق جا خرافي، جا اكثر من رائع. ما نقول لكمش، انا حطيتها فيديو قصير بالحق، بغوها فيديو طويل باش يشوفوا التفاصيل ويكون الشرح مفصل بطبيعة الحال. كنتمنى من الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة. في الحقيقة جات اكثر من رائعة، والناس اللي دخلوا جدادين مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدامين كيف ما كانت العادة هذه راه القناة ديالكم. كنتمنى من الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم والتعاليق الجميلة.